سلام، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. بعد السكين كير الكوري ما غزا العالم كان لازم نعمل فيديو زي ده ونقف وقفه ونشوف ايه المنتجات المصريه اللي بجد تستحق ان احنا نجربها، وبجد انا شايفاها ان هي بتنافس الحاجات الكوريه. فيلا بينا، واعتقد ان الفيديو ده ممكن يبقى على جزئين، فخلينا النهارده في الجزء الاولاني. يلا بينا نبتدي. والله كان نفسي اصور لكم من غير صوت المروحه بس ما قدرتش، والله حسيت ان هيجرالي حاجه، فمعلش استحملوها وعدوها معايا. ويلا بينا نبتدي باول براند مصريه فاجئتني السنه دي، بالنسبه لي كانت مفاجاه فعليا. ولو انتم متابعيني على الانستجرام هتبقوا شفتوا الريفيو بتاعها تقريبا من شهرين كده، او شهر ونص. كانت بالنسبه لي مفاجاه، حسيت ان انا بستخدم براند كوريه، حسيت ان انا بستخدم براند مستورده هاي اند، حاجه كده خطيره. وهي براند ترانديفا يا جماعه. البراند دي فاجئتني بكل حاجه، بالباكجنج بتاعها قد ايه يعني. بصوا بصوا الجمال، باكج كده يعني حاجه هاي اند كده محترمه جدا. الكواليتي بتاع المنتجات فعليا، بما ان انا واحده جربت منتجات كوريه بعدد شعر راسي، جربت منتجات مستورده كتير جدا، فبجد يعني واحد زي الغسول بتاعهم ده رهيب، ابهرني. يعني بصوا يا جماعه، الغسول 200 مللي، انا لحد هنا، واصل لحد هنا. بجد انا مخلصاه وزعلانه انه هيخلص جدا. من احلى الغسولات اللي انا جربتها في حياتي عامه، بجد يعني انا ممكن اديله السنه دي من افضل الغسولات اللي انا جربتها في 2025، يكاد يكون هو الطب فعلا. خطير لانه مناسب لجميع انواع البشره، مش بيخاطب بشره معينه، مناسب لجميع انواع البشره. ما بينشفش البشره 1%. انت بتغسلي بشرتك بتنضف من الاعماق، وفي نفس الوقت ولا بتتشد ولا بتنشف ولا بيجرى لها اي حاجه، بالعكس كانك مرطباها. خطير، انا ما شفتش غسول الكومبو بتاعه خطير كده، ما بيطلعش حبايه، ما بيطلعش حبايه فعليا. يعني انا بالنسبه لي ده تاني غسول اقدر اقول عليه ان هو غسول للايام الصعبه اللي بشرتك بتكون فيها مش عارفه تستخدمي ايه، بتطلع حبوب متهيجه مش عارفه ايه، مش لاقي غسول تجربيه. جربي الغسول ده على ضمانتي وهتدعي لي. تاني منتج طبعا بتاعهم اللي اصلا شهرهم وكان هو سبب شهرتهم، هو المقشر بتاعهم. تمام، لان المقشر ده كل الناس قالت ان هو الدوب بتاع وشفول بتاع هدى بيوتي، بيعمل نفس النتيجه بتاعته. بيقشر البشره لان هو بيلينج، فبيقشر البشره من غير ما يجرحها، بطريقه جنتل جدا، زائد ان هو فيه احماض فبيفتح البشره، وفعلا البشره بعديه بتبقى ناعمه. ومع الاستمرار عليه انت تقدري تستخدميه مره او مرتين في الاسبوع، بس انا بقول كفايه مره، يعني بشرتك فعليا بتفتح. وطبعا برضو اللي كان مفاجأة بالنسبة لي السان سكرين بتاع ترانديفا. اول حاجة هو بالنسبة لي كله على بعضه كان حاجة غريبة بالنسبة لموضوع ان هو جل، هو جل شفاف. تاني حاجة الفورمولا بتاعته، الفورمولا يا جماعة عاملة زي البرايمر، بتحطيه قبل الميك اب كأنك حاطة برايمر، بيخلي البشرة مات تماما. ملمس فيلفت، بصوا شايفين؟ شايفين الفرق بين شايفين هنا ايدي بتلمع ازاي، شايفين هنا ايدي مات خالص ازاي، بيخلي البشره مات تماما. بيخلي البشره فيلفت، الميك اب عليها او اي حاجه بتحطيها بيبقى شكله حلو جدا كانك حاطه برايمر. زي ان هو فعليا بيحمي من الشمس، لما انا كنت مسافره فعليا كان بيحميني من الشمس. طبعا اسمريت لان طبيعي اسمر في المصيف يا جماعه، حتى ولو درجه او درجتين، لكن فعلا وشي ما اتحرقش خالص، وشي ما التهبش خالص، وشي ما حرقنيش، ما قشرتش، ما حصليش اي حاجه، ففعلا بيحمي من الشمس. زائد انه الحجم بتاعه 50 مللي، فحلو جدا واسعارهم كويسه. تقدروا تجيبوا منتجاتهم من على الموقع بتاعهم، وبيبقوا ساعات عاملين كتير قوي باندلز، يعني تقدر تشتري كذا منتج مع بعض، بيبقوا عاملين عليهم عروض، فكمان اسعارهم حلوه جدا. تاني براند انا بجد بشوفها ان هي فعليا بتنافس برضو المنتجات المستورده، والله بجد حتى لما عملت لكم عنها ريفيو من سنتين او من 3 سنين، قلت لكم كده، قلت المصري يضرب المستورد فعليا بدون مبالغه. المنتجات بتاعتها خطيره، انا بشتريها لحد النهارده بفلوسي عادي جدا، بجد بكررها 100 مره. حتى اخواتي لما جربوا المنتجات دي بقى هم على طول بيجيبوها، وهي منتجات سكين سايد. بجد براند سكين سايد من البراندات اللي انا بحسها ان هي كواليتي لاكجري في متناول ايد الجميع. وخاصة المنتجين دول من عندهم، خاصة المرطب بتاع سكين سايد
ده حبيب قلبي. ممكن تكون دي مثلا البوتل الستة بدون مبالغة، الستة او الخمسة منهم على طول بكرره على طول بكرره. برضو يعتبر من المرطبات اللي هي بالنسبة لي المرطب اللي بيخاطب جميع البشرات، المرطب اللي ما بيطلعش حبوب خالص، المرطب اللي في وقت ما تكون بشرتك برضو متهيجة او تعبانة تقدري تستخدميه بامان، مش هيطلع لك حبوب وهيرطب لك بشرتك. تمام. فبجد حلو قوي 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 قوي. مشكلته الوحيده انه بيخلص بسرعه، ليه مش عارفه يعني، هو بيخلص بسرعه قوي. هو كام ملي؟ هو 50 ملي بس بجد بيخلص بسرعه، دي اكتر حاجه بتضايقني فيه. غير كده ما فيهوش عيب بالنسبه لي. تاني حاجه هو السكين سايد نايسيناميد. السكين سايد نايسيناميد من احلى النايسيناميد اللي انا جربتهم، مصري. تمام. ليه بقى؟ لانه بالنسبه لي انا كبشره معرضه للحبوب، وفي انواع من النيسيناميد مش بتيجي معايا قوي، ده كان حلو قوي للبشره الدهنيه. يعني انت لو بشره دهنيه معرضه للحبوب وبتدوري على نيسيناميد خفيف على بشرتك، حتى الملمس بتاعه عامل زي الميه كده، هو جربي بتاع سكين سايد، هتلاقيه بقى بيعمل معاكي ايه، بيقلل ظهور الحبوب. تمام. مع الوقت هتلاقي كمان انه افراز الدهون عندك اقل. مش هقولك ان هو بيعمل حاجه فظيعه للمسام، ولا هيقولك ان هو بيفتح البشره التفتيح الفظيع مثلا زي انوا ولا حاجه، لا مش للدرجه دي. لكن هو فعليا بيقلل افراز الدهون وبينظمها، فبيقلل ظهور الحبوب معاكي. يعني طول الفتره اللي انت هتستخدميه فيها هتلاقي الحبوب قليل قوي لما تطلع لك، وخفيف جدا على البشره، ما بيلزقش البشره، بتشربه بسرعه، تقدري تحطي معاه اي منتج انت عايزاه بجد. حتى الابليكيتور بتاعته انا بحبها جدا، بتدوسي كده بيطلع وما فيهوش ولا نقطه، انا مخلصاه، ودي تقريبا العبوه الرابعه منه انا جايباها، بعشقه. نيجي لبراند مصريه تستحق كل ربع جنيه في اي منتج هتجيبيه منها بجد، من البراندات اللي انا بعشقها، وعلى يدكم اكيد انتوا عرفتوها خلاص، لان دي براند قلبي، وهي فلورش. فلورش فلورش فلورش. وخاصة منتجين من عندها، هي كل منتجاتها حلوة لحد دلوقتي فعليا. كل المنتجات اللي انا جربتها من عند فلورش تحفة تحفة. بس في براندات كده بتقفش في قلبك، تمام، زي السالسيليك اسيد بتاع فلورش اللي هو جود باي بيمبلز ده. طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا السيرم ده مخلصه منه ازايز 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 بدون مبالغه يعني. ده اكتر سيرم انا استخدمته في حياتي، وخلصت منه بوتلز في حياتي من كتر ما هو صديق بشرتي. فعليا بيقلل ظهور الحبوب، بحس ان هو بينظف البشره، بيقلل ظهور اللي هي الرؤوس السوداء والحاجات دي، لان السلسليك اسيد صديق البشره المعرضه للحبوب، دي حاجه معروفه. فانا الجود باي بيمبلز ده حبيب قلبي. تاني منتج بعشقه من عند فلورش هو غسول اللاكتيك اسيد بتاعهم. الغسول اللاكتيك اسيد من فلورش ما فيهوش غلطه، من اول الباكج اللي لاكجري جدا ومحترم جدا. تاني حاجه ان هو فوم، في نفس الوقت الفوم بتاعهم زي ما عملت لكم ريفيو قبل كده عنه غني جدا، كانك بتستخدمي كريم مش مجرد فوم كده هوا وخلاص. بيقشر البشره، بيفتح البشره، بينظف البشره. بجد اي حد عايز يفتح بشرته، يساعد على تقشير بشرته، خطير. ده من الغسولات الخطيره، وهيقعد معاكي حبه حلوين، لان اصلا حجمه 200 مللي، وكمان ما بيحسسش البشره لانه هو فريجرنس فري، يعني مفيهوش اي كحول يحسس لك بشرتك. بس طبعا بندخله لبشرتنا زي ما كلمتكم عنه قبل كده بالتدريج، اي حاجه فيها مقشرات بندخلها لبشرتنا بالتدريج. وده طبعا غير التونر والكلينزنج بالم بتوع فلورش الرائعين، والتونر اللي وفر علينا كتير جدا دلوقتي، لان اصلا سعر التونر بتاع ذا اوردينري جلايكوليك اسيد سافر خالص، وبقى مش في متناول ايد بنات كتير. فوفري فلوسك يا حبيبتي وجيبي فلورش جلايكوليك اسيد، حلو جدا جدا، على الاقل فيه سيسا وفيه نياسيناميد وفيه مهدئات للبشره، لان بتاع ذا اوردينري قوي قوي بصراحه وبيحسس بشرات كتير، لكن ده بيهدي البشره شويه لان فيه مرطبات ومهدئات للبشره. انا عايزه اقول لكم ان انا مش بستخدمه على وشي بس، انا بستخدمه كمان على ايديا واي مناطق عايزه تفتحيها في جسمك، خاصه ان انا كمان بعد ما رجعت من المصيف وبعد السفر زي ما انتم شايفين ايدي لون، وايدي يعني الكف بتاعي لون، وبقت ايدي لون، فكنت بستخدمه على ايدي علشان افتح
فتحها وبعد كده رجعت سافرت تاني في ايديا غمقت تاني، فهرجع استخدمه تاني لانه خطير. المنتج اللي بعد كده من براند اسمها جوفياليتي، ودي براند مصريه. الحقيقه ان انا سمعت عن البراند دي كلام كتير حلو جدا جدا جدا، وهي عندها منتجات كتير جدا 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 للجسم والشعر والضوافر وكل حاجه. بس انا ده المنتج الوحيد الحقيقه ان انا جربته من عندها، وهو اللي هو اسمه سموث بلو اسمه كده. المفروض ان هو هيت بروتكتور، بس هيت بروتكتور يا جماعه مش سيرم، لان في السيرمز معظمهم بيلزقوا الشعر كده، مش كلهم بيبقوا حلوين. لكن ده عامل زي الميه كده، بترشيه كده عامل زي الميه بالظبط. بصوا ميه، يعني هو عباره عن ميه بس بتحمي الشعر. ريحته حلوه جدا، وفعليا انا بحس ان هو فعليا بيحمي الشعر من الحراره. ما بحس ان شعري بعديه مقصف، ما بحسش ان شعري بعديه متنتف كده. بجد بحس ان فعلا بيحمي الشعر من الحراره. وكان سعره كويس جدا بالنسبه للاسعار التانية اللي انا بشوفها لمنتجات اللي هي الهيت بروتكتور عامه يعني. وهم طبعا ليهم الصفحه بتاعتهم، تقدروا تجيبوا منتجاتهم من على الصفحه بتاعتهم او من على الويب سايت بتاعهم، بس انا كنت جايباه من على نون. المنتجات المصرية اللي انا بعشقها وبحبها جدا 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 وجابت نتيجة فعلا مع شعري، لان انا في ناس قالت ان هو بينشف الشعر. انا مش فاهمة ازاي، بس انا عايزه اقول لكم ان الشامبو بتاع سيرو بايب ده، انا ما استخدمتش حاجات كتير من عند سيرو بايب، لكن الشامبو بتاعهم ده انا ما اعرفش دي الازازه بكام. من كتر ما الشامبو ده بيطري لي شعري. انا يا جماعه انا وانا بغسل شعري بالشامبو ده، انا بحس ان انا بغسل شعري ببلسم او كونديشنر من كتر ما هو بيطري الشعر. انا مش عارفه الناس اللي بتقول ان هو بينشف لها شعرها يعني ازاي، اذا كان اصلا انا الدكتور كان كاتبهولي قال لي علشان خاطر المينوكسيديل بينشف الشعر فاستخدمي الشامبو ده ومعاه البلسم بتاعه عشان دول بيطروا الشعر. وفعلا كلام الدكتور كان 100%. فالناس اللي بتقول بينشف شعرها مش عارفه ازاي، بس الشامبو ده من احلى الشامبوهات، مش المصريه، من احلى الشامبوهات اللي جربتها اصلا في حياتي يعني. وطبعا بيتجاب من اي صيدليه او من الموقع بتاعهم. سعره كان 200 وحاجه، وتقدري تجيبيه كمان من على نون. هنقف لحد هنا عشان انا عارفه ان انتم بتحبوا الفيديوهات الطويله، وان شاء الله هيبقى في جزء تاني لمنتجات مصريه تستحق كل ربع جنيه في ثمنها.